لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لبيك اللهم لبيك. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الحجاج أخواتي الحجات، الحمد لله الطائرة ديالنا الآن حطت الرحال في مطار جدة، الحمد لله على سلامتنا. ولكن ما نساوش قبل ما ننزلوا من الطائرة ما نساوش ديك الحقيبة الصغيرة اللي كنديروا في العنق. شحال من حاج كيبقى مجمع مع صاحبه وينزل من الطائرة وينسى فيها ديك الحقيبة الصغيرة ديالو، أو لا ينسى الباسبور ديالو. ردوا البال إخواني الحجاج أخواتي الحاجات لهذا الأمر هذا. هذه من الأمور اللي خصنا ننتبهوا ليها، وخصنا منين نعودوا نازلين نحافظوا أيضا على النظام ونلتزموا بالتعليمات ديال المرافقين اللي معنا، ونحاولوا الله يجازيكم بخير نبقاو دائما مع المجموعة ديالنا. شحال من واحد دابا بيتعاشر مع واحد بيسكن هو وياه في نفس الغرفة في الأوتيل، 4 الناس مشتركين ولا 5 مجموعين، وكيمشيو في المطار كيتفرقوا. بالتالي ملي كتمشي الحافلة إلا تفرقوا ما مشاوش في نفس الحافلة، واحد غادي يسبق اللوطيل وواحد باقي في المطار وواحد. فهاد المسائل هذه خصنا نحرصوا عليها ونردوا ليها البال. خصنا نبقاو مع المجموعة ديالنا، نحافظوا على النظام، نلتزموا بالتعليمات ديال المرافقين اللي معنا، وما نفرطوش في المجموعة ديالنا، ما نتفرقوش على بعضياتنا، وما نساوش الاستمرار في التلبية. ما نساوش أننا دائما مستمرين في التلبية. ملي كنعياو كنستراحوا شوية قبل ما نديروا الإجراءات الأمنية في المطار اللي كتقدر تدي لنا شي شويه تاع الوقت. مع العلم ان الحمد لله هذا العام السلطات السعوديه سهلات الماموريه على الحجاج، باش بالنسبه للبصمات راه كنديرهم غير في الهاتف ديالنا والصور وهذا. هذه الاجراءات الحمد لله لا شك انها غادي تيسر الامور في هذا الحج لهذا الموسم هذا. فهذه كلها اجراءات كنا كنديروها في المطار. هذا العام حنا درناها الحمد لله وحنا في بلادنا وفي بيوتنا. فالامر ان شاء الله غادي يكون فيه واحد الاختصار ديال واحد شويه تاع الاختصار تاع الوقت، ما غاديش يدي منا الوقت بزاف. منين كنوصلوا للمطار وكنديروا الاجراءات الامنيه، من بعد هذه الاجراءات هذه كندوزو باش ناخذوا الحويجات ديالنا اللي هي الشنطات اللي درنا مع الباكاج في الطائره. ولذلك الحجاج مزيان، راه قلت لكم في الحصه واحد الحصه اللي فات تكلمنا فيها على الشنطه، قلت لكم الشنطه كنديروا فيها الاسم ديالنا في برا كيكون باين الاسم والمدينه اللي كنتميو ليها والرقم ديال الهاتف وحتى الصوره ما فيها باس حتى الا زدنا الصوره. والداخل عاوتاني كنديروا فيها المعلومات ديالنا، كنكتبوا واحد الورقه ونديروا فيها المعلومات ديالنا حتى الا ضاعت ديك الشنطه يعرفوا الناس ديال من، ويعرفوا اش من منطقه ويعرفوا اش من اقليم باش يصيفطوها لك للبلاصه ديالك اللي انت فيها. وما نساوش بالنسبه للناس اللي كبار في السن ولا الناس اللي ما قاريتش يديروا واحد الطريف تاع الثوب خضر ولا زرق ولا كحل ولا كنديرو كنعلم به الشنطه ديالي، كنديرو في اليد ديال الشنطه كنعلم به الشنطه. حتى الا كانت الشنطه ديك الساعه في المطار عوض انا نمشي ونشوف شي واحد اللي يقلب ليا ويقرا ليا الاسم هذا كيبان ليا داك اللون باش علمتها ليه هو واضح وباين مزيان وكنهز الشنطه ديالي. هذا بالنسبه للحويجات اللي كناخذهم في الباكاج. كناخذوا الحويجات ديالنا بمجرد كناخذهم كنلقاو مباشره اعضاء البعثه الاداريه اللي كيشتغلوا بالمطار اللي هما غادي يرشدونا وغادي يوجهونا للمبنى الخاص بالحجاج المغاربه. خصكم تعرفوا اخواني الحجاج اخواتي الحاجات في المطار تاع السعوديه اللي هو مبنى الحجاج اللي خاص بالحجاج، كل دوله وعندها مكان خاص ديالها. المكان ديال الحجاج المغاربه غادي يوريوه لينا البعثه اللي كينتظرونا في المطار تاع جده حتى كنوصلوا لهذاك المبنى
الخاص بالحجاج المغاربه. ما فيها باس الا الواحد بغى ياكل شي شويه ولا بغى يصلي ولا بغى يعاود يجدد الوضوء ديالو في المطار، ما فيها حتى باس. كاين الحمد لله المرافق الصحيه في المطار متوفره في المبنى تاع الحجاج. وما نساوش ايضا نتصلوا بالحباب ديالنا داخل المغرب، نطمئنوهم باننا وصلنا بخير وعلى خير. غير الله يجازيكم بخير اللي معاه شي واحد الاب ديالو او الزوجه ديالو او احد الاصدقاء ديالو او مجموعه، حنا مثلا مشتركين فيها 4 الناس ولا 5 وناويين نسكنوا مجموعين في بيت واحد في لوطيل، نحاولوا اننا ما نتفرقوش على بعضياتنا. حتى الا بيمشي شي واحد فينا يعلم الناس اللي معاه، يقول لهم راه انا مشيت لهاد البلاصه دابا غادي نرجع، باش ما يخليهمش يبقاو يتسناو. لان بعض الاحيان كتجي الحافله كتنتظر، كنكونوا حنا 4 ديال الناس، واحد فينا تعطل، كيكون سبب تاخير ديال هذيك الحافله وكيكون سبب تاع تاخير تاع هذيك المجموعه. باش نمشيو مجموعين في نفس الحافله خاصنا نحرصوا على هذه الامور هذه. كتجي الحافله كنركبوا فيها وحنا الان متوجهين الى مكه المكرمه. ما نساوش الاستمرار في التلبيه، ما نساوش الاستمرار في التلبيه، وما ننزلوش من الحافله لاي سبب من الاسباب. الا وقفت الحافله ولا بغينا ننزلوا نستأذنوا من السائق ديالها باش يكون رد معنا البال ويعرف باننا نزلنا من الحافله. هذا ما يتعلق بهذه المرحله. الى لقاء قادم باذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وأتم